بالله عليك يا ابني حاجه لله. حاجه لله. بقول لك ايه، انا مش فاضيلك، انا عندي مقابله اهم منك. يا حول الله يا رب، الناس بقاش عندها خير زي الاول. ايوه، انا قربت ادخل على الشركه اهو. يا بنت يا بنت، نعم. حاجه لله. عايزه حاجه لله. ثواني. لا اله الا الله، للدرجات دي القلوب دي ما فيهاش رحمه. حاجه لله يا ابني. حاجة لله. جاي فلوس المواصلات وهتكفيني على طول. بس على العموم يا حاجة اتفضلي، ده لنا دعوة كده بس عشان داخل انترفيو، ربنا يوفقني. روح يا ابني، ربنا هيفتح لك الابواب المتقفله، ربنا هيكرمك ان شاء الله. مستر حسن، الاساتذه وصلوا. دخلهم لي واحد واحد. عينيا. مساء الخير. مساء النور. الاستاذ احمد عبد الرؤوف، انا عارف ومتاكد ان انت ناجح في دراستك ومحقق حاجات كويسه جدا، لكن مش ده اللي يهمني. انا عايز بس اسالك سؤالين وتجاوبني عليهم بكل صدق، هيفرق معايا كتير جدا في اني اشغلك او لا. تحت امرك. انا بس محتاج اعرف انت ممكن تقدم ايه للشركه بعيدا عن دراستك تماما. انا راجل متفوق في دراستي وجاي اطور معاك الشركه. تطور معايا الشركه؟ اوكي، استنى نتيجه الاختبار. هيا يا مستر. هاي. اوكي. معانا الاستاذه ياسمين. طبعا حضرتك متفوقه في الدراسه كالعاده، بس انا ما يهمنيش الكلام ده كله. انا يهمني ان حضرتك بس تقولي لنا ممكن تعملي ايه للشركه من خلال شغلك معانا. انا جايه اشتغل اي حاجه. اي حاجه زي ايه يعني؟ مش فاهم. ممكن اشتغل سكرتيره او سكرتيره خاصه، انا بفهم في الحاجات دي قوي. اوكي انا فهمت جدا. طب ممكن حضرتك تنتظري بره ونتيجه الاختبار؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. ايه ده؟ مودي ابراهيم؟ انت اسمك مودي ابراهيم؟ طب يا استاذ مودي، انا قريت السي في بتاعك كويس جدا وعارف انك انت متفوق دراسيا، بس انا الحاجات دي ما تهمنيش خالص. انا يهمني بس افهم انت ممكن تعمل ايه للشركه، يعني لو انا قابلتك يا استاذ مودي. بعتذر جدا على الاسم والله العظيم. أنا والله إنسان بسيط والحمد لله متفوق دراسيا، وعايز أشتغل بس عشان أساعد أمي. طب يا استاذ مودي، انتظر بره نتيجه الاختبار. طبعا كلكم هنا منتظرين نتيجه الاختبار. نسيت حاجه مهمه قوي. الست دي تبقى امي. حاجه لله. بقول لك ايه، انا مش فاضيلك، انا عندي مقابله اهم منك. حاجة لله. جاي فلوس المواصلات وهتكفيني على طول. بس على العموم يا حاجة اتفضلي، ده لنا دعوة كده بس عشان داخل انترفيو، ربنا يوفقني.